يا ابو الصحاب، عامل ايه؟ يا رب تكون كويس. عيد سعيد عليك يا ابو الصحاب. اكيد خربتها يا ابو الصحاب، كحك وقرص. انا قضيتها نوم. قول لي يا ابو الصحاب، انت قضيتها ايه؟ انا في ناس بتقضيها يا سرسجه يعني قدام البتاع بالمكن، واللي بيشد يعني العبايه ويطلع يشوف حنه شيماء. انا عارف الحاجات دي، كنت وانا صغير بنعمل الكلام. انا قضيتها نوم وريحت دماغي، واللي بنيجي نعيد عليه ونفرح شويه. وانت يا ابو الصحاب قول لي، انت في العيد عملت ايه؟ مستني، عندي فضول والله. انت زي قضيتها نوم واللي بيجي بتعيد عليه وانت قايم صاحي؟ انتوا مين؟ كوكب. عموما بالصحاب، عيد سعيد عليكم، واتمنى كل ايامكم عيد وفرح. تعالى بقى بالصحاب نخش في الفيديو بتاعنا. انا جاي لك بالفيديوهات بتاعتنا اللي هي دقيمو. بيقول لك عواد ويوسف اسامه نبيه مضوا في بيراميدز، ودخلت اندرتيكر تجهز للرجاء. استنى يا اندر بس والنبي. تسريب من الكنترول يا ابو الصحاب. توقعات نتيجه الرجاء والاهلي. النتيجه معايا هقولها لك، ومعايا تشكيله الاهلي. ورسميا يا ابو الصحاب، عزل مرتضى منصور وفشل الزمالك في كل الالعاب قصد الاهلي حتى البيلي. فيلا نبدا بقى يا ابو الصحاب. بس قبل ما ابدا كالعاده انا مستمر بدعمك، والنهارده عيد، فانت تعيد عليا بايه؟ باللايك يا ابو الصحاب. والناس اللي بتتفرج الفتره الاخيره كسلت في اللايكات فخلتني اكسل. ما تخلينيش يا ابو الصحاب. عايزين نوصل الفيديو ده 5000 لايك. العيديه بتاعتي هعيد عليك نبقى كل يوم مع بعض يا ابو الصحاب. انزل اعمل لايك. ونبدا باول موضوع معانا يا ابو الصحاب. عواد ويوسف اسامه نبيه في بيراميدز. الكلام ده حقيقي يا خفاجي؟ ما انا قايل لك من يومين ثلاثه في اخر فيديوهات. ارجع كده، قلت لك في خط مفاوضات ما بين بيراميدز يوسف اسامه نبيه وسيف فاروق جعفر. انت ما صدقتنيش يا ابو الصحاب. اهو الناس بدات تتكلم، وفعلا يا ابو الصحاب بيراميدز عرض على يوسف اسامه نبيه 10 مليون جنيه. الزمالك بقى يا ابو الصحاب عرض على يوسف اسامه نبيه كام؟ 2 مليون جنيه. وارجع للفيديوهات، انا قلت لك كده نصين. واللي حصل بعد كده يا ابو الصحاب ان يوسف اسامه نبيه طبيعي يعني يرفض الرقم ده. شايف عمر جابر 15 وايه ده؟ فالمفروض نقدره ونوصل لخمسة ستة تمانية، يعني لو زمزق معانا مش نعرض عليه 2 مليون جنيه. وفي الاخر امير مرتضى منصور والاداره قالوا له موضوعك في ايد المدرب الجديد كارلوس. طب افرض فعلا يا ابو الصحاب المدرب الجديد قال مش عايز يوسف اسامه نبيه، الاداره تسيبه؟ اه يا خفاجه، الاداره تسيبه. اهم حاجه الاداره، والمدرب شايف ان هو مش هيبقى قد كده، نمشي يوسف اسامه نبيه. رغم ان انا اختلفت معاه في حاجات كتير على ارضيه الملعب، بس اللاعب كده كده هيجي منه. فبكل بساطه المدرب مش عايزه. هل المدرب ده مستمر؟ اخره بالكتير سنه سنتين معاه، ده لو كسر معانا الدنيا بالكتير يعني يا بص. فبكل بساطه اجدد ليوسف اسامه نبيه واطلعه عار زي ما انا عملت كده كتير. امال امشيه فري وما استفادش منه؟ بيراميدز اعداله. وبالفعل كمان حركت في عواد، وعواد عايز يمشي بسبب ان هو بقى الحارس الثاني. وفي نفس الوقت محمد صبحي عمال يضغط على اداره نادي الزمالك، عايز الراتب بتاعه يوصل زي عواد، عايز 15 مليون. والاداره بتقول له اهدي، اجيب لكم فلوس منين؟ ده انا اصلا مديون لامه لا اله الا الله. عموما يا ابو الصحاب، النهايه في موضوع يوسف اسامه نبيه وعندك عواد مضوا فعلا وراحوا بيراميدز زي ما شوبير قال ولقح من تحت لتحت. يعني بالنسبه للاسماء بقول لك ما حدش لحد دلوقتي مضى لاي فريق، بس في فعلا في خط مفاوضات ما بين عواد ويوسف اسامه نبيه. بس المفروض اداره نادي الزمالك تكون اذكى من كده. الناس ديت شريانه، والناس ديت واقفه جنبنا في مواقف كتير. عواد كان شايلنا في الدوري وفي مواقف كتير، وانت عندك لو مشيت عواد هنجيب مين؟ هنطلع عطيه يعني اللي هو لسه الناشئ. فمليون في المية لازم اخلي عواد ما يتفرطش فيه بسهوله، حتى لو ناس تتفق تختلف عليه. المفروض يبقى فيه منافسه في الجون. في نفس الوقت كمان عندك لاعب شاب زي ده، جدد له يا عم وبقى طلعه اعاره. المدرب مش عايزه، وديه في اي حته، جمده. كده كده لو انا اديت مثلا ليوسف اسامه نبيه 10 مليون في السنه، هل هدهم له؟ لا مش هدهم له. هم طلعوا اعاره يا ابو الصحاب، روح لاي نادي بقى يديك النادي اللي انت عايزه. المهم في كل الاحوال ما نسيبش عواد ويوسف اسامه نبيه، علشان فعلا بيراميدز قاعده. والبنك الاهلي لو كمل في الدوري هتلاقي بنسبه كبيره تلاقي لعيبه عندنا راح هناك. فاتمنى من اداره نادي الزمالك تصحصح معانا، عشان الاداره في ذمه الله. نيجي بقى للموضوع اللي بعد كده، وتوقعات خفاجه اللي بترجع الرجاء والاهلي، الاهلي والرجاء ودخلة الاندرتيكر. ابو الصحاب واحده واحده هقول لك التوقعات في الاخر ونتيجه المباراه، والمباراه هتخلص عليه. ايوه خد مني، انت عارف اما بتاخد مني بتروح. عموما ابو الصحاب هنتوقع كده كمان تشكيله المباراه اللي هي بنسبه 90% او تعدي ال 90% التشكيله اللي هيلعب بيها كولر. بس قبل ما اروح للتشكيله وقبل ما اقول لك توقعاتي للنتيجه، النهارده ابو الصحاب التدريب الاول للرجاء شهد غيابات، منهم غيابات كتيره. زكريا الورد، زكريا عامل ايه يا زكريا حبيبي؟ المفروض كنت تلعب، كانت هتبقى 2 اسيست ببطولتين يا زكريا. بس زكريا فلت، قال لك لا نوش وبتاع، وانا مشيت اصلا ما صدقت مشيت بالزمالك اقابل الان. خلع. وقال لك كمان في زكريا حدراف، وعندك عبد الصمد البدوي وعبد الرؤوف وحسين الرحمي. ايه دي؟
الفريق كله غاب ولا ايه؟ بركاتك يا شيخ كولر، وانت ايه موسيماني اداك والتعويذه اللعيبه بتتساقط ولا ايه؟ ونيجي بقى يا ابو الصحاب لتشكيله الاهلي، ودي مش مسرباني بالكنترول، لا ده اجتهادات يا ابو الصحاب. يعني دي تشكيله الاهلي المتوقعه لمباراه الرجاء. الشناوي في حراسه المرمى، علي معلول باك شمال، عندك منعم، عندك متولي، عندك باك يمين محمد هاني، في خط النص مروان عطيه، السوليه، حمدي فتحي، حسين الشحات قدام، كهربا مهاجم، بيرسي تاو او عبد القادر. بس انا اتوقع لو بيرسي تاو واقف على رجله وكله تمام، بيرسي تاو هو اللي هيلعب. دي توقعاتي لتشكيله الاهلي يا ابو الصحاب. اما توقعاتي لنتيجه المباراه، لا طبعا مش هقولها على طول كده، دق الطبول يا ابني يلا. 2-1 للاهلي. ودي كانت توقعات يا ابو الصحاب لتشكيله المباراه ونتيجه المباراه. مستني وجهه نظرك في الكومنتات، النتيجه، التشكيله، انت شايف المباراه ازاي؟ انا شايفها من وجهه نظري هتكون مباراه صعبه، ولو الاهلي فعلا يا ابو الصحاب عدى الرجاء رايح جاي يا ابو الصحاب بنسبه كبيره، انا بسرب لك بالكنترول من دلوقتي الاهلي في النهائي. ونيجي بقى للموضوع اللي بعد كده، رسميا عزل مرتضى منصور. وزي ما سبقنا في فيديوهات فاتت ابو الصحاب وقلت لك الجواب وصل لوزاره الشباب والرياضه وخلاص وصلوا لنادي الزمالك، وبيقول للمرتضى منصور انت اتعزلت. وبالفعل يا ابو الصحاب النهارده نفس الكلام اللي احنا قلناه، الشباب والرياضه تطلب اداره نادي الزمالك بتعيين قائم باعمال رئيس النادي. زي ما قلت لك يا ابو الصحاب، مجلس اداره نادي الزمالك عليه قضيه لا يتحل لا يتنيه موجود زي ما هو. القضيه لحد دلوقتي اتكتب عليها، يبقى المجلس لحد دلوقتي مكمل. المجلس ده هيعمل ايه يا ابو الصحاب؟ هيختار واحد منهم بقى، واحد سنه كبير واحد سنه صغير ايا كان، والمجلس ده يا ابو الصحاب هيتنيه مكمل لحد الانتخابات الجديده اللي هي هتكون في شهر 7. هيجيبوا شخص منهم يكون هو رئيس نادي الزمالك في الوش كده، مسير اعمال لحد شهر 7. هيكون في انتخابات على مقعد الرئيس والنائب. وزي ما قلت لك مرتضى منصور هيخش. في ناس هتقول لك مش هيخش والقانون، ولا انا بقول لك مرتضى منصور هيخش، ولسه الطعن بتاعه وحوارات طويله، والزمالك مش هيخلص بالدوامه دي، وانا سبقت لك ليها في فيديوهات فاتت، بس بعيدها لك عشان ناكد على كلامنا وناكد على مصداقيتنا يا ابو الصحاب. عموما مرتضى منصور الفتره الحاليه المفروض ما تكونش بتاعته، علشان فعلا احنا في كل الالعاب 0-0-0 يا جدع. ده انا من فضا قعدت اتفرج على الستات امبارح كرة يد لقيتهم خسروا، لعبت على الطايره لقيتهم خسروا. في نفس الوقت يعني ده احنا كلفنا فلوس ولعيبه الطايره ديت اشتريناهم من الاهلي، وفي الاخر جم عندنا وخسروا. يبقى العيب في مين يا سياده المستشار؟ لا انا متاكد كده كده اللي بنى النادي ده اصلا كان تاجر سلاح واكل مال يتامى مزرنبخ ده، لا اما حته الارض دي كانت مبنيه على مقبره فرعونيه، المقبره دي كان رئيسها ولا ما تعرفش الموميا دي قتل مراته ديت، انا متاكد منها مبني في حاجه غلط. بس برضك في سلكان من ناحيتنا مش سالكه كده، ما نجيب لعيبه من الاهلي ونغيظهم وفي الاخر نخسر وما نكسبش ولا بطوله. حد هيقول لي معاد الكره مكسب وخسر، بس مش كل الالعاب. هيقول لي بقى احنا خدنا طايره، يعني هي ديت يعني خلاص الحسنه ما كويس حلو اللي احنا كسبنا، بس انا بقول لك مش هيبقى في كل الالعاب. ده في بيلي ده لو لعبتهم كوتشين هيكسبونا. فيا ابو الصحاب الفتره دي ده اتمنى ما تكونش المرتضى منصور، بس مرتضى منصور ماسك في الكرسي اللي هو بيقول نفسي اقعد مع احفادي، اقعد مع اصدقائي واريح دماغي. طب قول لي يا ابو الصحاب تفسيرك، هو بيقول عايز امشي ومتضايق وليه اجيب نفس الكلام؟ ليه بيحارب على الكرسي ويرجع ويجي ويرجع ويتسجن ويخرج ويطلع؟ ليه بيحارب؟ قول لي بقى انت يا ابو الصحاب في الكومنتات تفسيرك بقى الوحيد. وبس كده، وده كان الفيديو بتاعنا يا ابو الصحابه، اتمنى يكون عجبك. مستني وجهه نظرك في الكومنتات على المواضيع اللي انا اتكلمت فيها، تشكيله الاهلي، توقعاتك للنتيجه، موضوع لعيبه نادي الزمالك اللي هتروح بيراميدز، عندك كمان موضوع مرتضى منصور اللي ماسك في الكرسي. فمستني رايك يا ابو الصحاب في الكومنتات، انا بشوف معظمها وبعمل قلوب. ما تنساش يا ابو الصحاب اللايك، انت الفتره الاخيره يعني كسلت فيه شويه فخليتني اكسل، ما بقتش كل يوم نعمل فيديوهات. بمناسبه العيد والكلام ده كله قلنا نريح شويه، وعيد سعيد عليك يا ابو الصحاب تاني، واتمنى كل ايامك تكون سعيده. فما تنساش بقى بالصحاب اللايك، اللي لسه ما اشتركش في القناه اشترك في القناه، ونبدا رحله جديده لغايه ما نشوف يا بالصحاب الدرع هيجي امتى. انا بقول لك من دلوقتي عد 4 5 6 شهور، لغايه ما جالي قبل كده رساله منهم من جوجل والكلام ده قعدوا 5 6 شهور. فيا بالصحاب الدرع شكله مش هيجي دلوقتي. عموما هو مش فارق معايا، اهم حاجه حبكم ودعمكم ليا. شكرا لكم على المتابعه، وانا بقول كفايه كده، ونتقابل بعد مباراه الاهلي والرجاء ونشوف توقعاتي صح ولا توقعاتك يا ابو الصحاب. سلام.